صباح الخير، صباح النور، واش راكم زينات؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه وعافيه. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. وسمحوا لي طولت عليكم، بصح ما جبتش يديا فارغين، جبت معايا حاجه حلوه ان شاء الله يا ربي يحل اياماتكم. راني رايحه ندير لكم وصفه من طلب ديالكم. كاين بزاف مشتركات قالوا لي ديريها لنا. راني حندير لكم طارت بالتفاح من اروع ما يكون، تجي بزاف بنينه وتبرد القلب. شوفوا برك الصور يعطوكم الخبر. شوفوا معايا طريقه التحضير. راح نبدا ندير الكريمه على خاطر باش نخليها تبرد. نحتاج نص لتر حليب، 2 حبات بيض، نص كاس سكر، 4 كاس مايزينا، 2 مغارف كبار تاع الزبده ولا فاني ولا سكر فاني واش عندكم. حنضيف جميع المكونات في الحليب ما عدا الزبده، نخليها هي الاخرى. وهنا البنات انا ما كانش متوفر عندي لافاني، صافي درت غير سكر الفانيلا. نتوما اذا كان عندكم لافاني ديروهم في 2 من الاحسن. راني رايحه نخلط هاد المكونات البارد في البارد. من بعد ندير الكاسرونه ديالي فوق النار، نقعد غير نحرك على نار متوسطه حتى تتقلي الكريمه تاعي. وكيفاش تعرفوا باللي وجدت؟ راهي رايحه تغلي، يعني ندير لكم من الفوق فقاعات. هاي الكريمه تاعي بعد ما وجدت، هنا نحيت الكاسرونه ديالي من فوق النار وزدت عليها هذيك الزبده. نخلط مليح باش هذيك الزبده تذوب لي وتتجانس مليح مع الكريمه. من بعد نغطي الكريمه ديالي بالبابي فيلم، يعني غلاف بلاستيكي، نلصقها مليح مع الكريمه باش ما تشكليش هذيك الطبقه الفوقانيه، ونخليها تبرد تماما، يعني ديروها في الفريجيدير. بالنسبه للعجينه نحتاج 150 غرام مارغرين، انا البنات درت 140، 4 كاس سكر عادي، حبه بيض، سكر الفانيلا او لافاني يعني من الاحسن ديروهم لزوج، الملح و230 غرام فرينه. خديت ان ريسيبيون راني رايحه ندير فيه الزبده، لازم تكون طريه. نزيد عليه السكر لافاني والملح، نخلطهم غير بيدي حتى نتحصلوا على خليط كريمي. من بعد نزيد هذيك الحبه بيض ونزيد نخلط، وفي الاخير نزيد الفرينه تدريجيا اللي كنت غربلتها من قبل. نقعد غير نخلط حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. وحبيت نقول لكم كميه تاع الفرينه اللي درتها انا ما تتقيدوش بها، على خاطر كل وحده والفرينه اللي تستعملها، وكل وحده والحجم البيض ديالها. يعني تقدر وحده تجيها 225 وتقدر وحده تجيها 240. هاي لك العجينه بعد ما لميتها، شوفوا كيفاش جاتني ليس وطريه ما شاء الله. دوك راني رايحه نفتحها. هاوليك لو مول راح ندير فيه. انا البنات ما عنديش هذاك المول اللي يتفتح من تحت، صافي درت فيه هذا، يعني عادي قلبتها فاسيلمون. دوك راني رايحه نخدمها مليح في هذا المول. من بعد نتقبها بالفرشيطه. هاي لك الكريمه بعد ما وجدت لي، لازم البنات تبرد مليح، سي بور سا انا بديت بها هي الاولى. دوك راني رايحه نخلطها بالفوي. دوك نوري لكم القوام تاعها، جات بزاف بزاف بنينه وقوام بزاف هايل. هذيك الكريمه راني رايحه نزيدها فوق العجينه، نساويها مليح باش ما تجينيش جهه هابطه جهه طالعه. من بعد ناخذ التفاح ديالي قطعته شرائح كيما راكم تشوفوا. راني رايحه نستفو كامل فوق الكريمه، ما تعبزوش عليه البنات، حطوه برك من الفوق. وقبل ما ندخلها للفرن ندير لها رشه تاع سكر. تقدروا ديروا القرفه، تقدروا ديروا معصن صغار تاع لا مارغرين. نطيبها كي نشوفها حمارت من تحت نشعل لها من الفوق، ودوك نوريها لكم في شكلها النهائي. هاي لك البنات طارت بالتفاح بعد ما خرجتها وهي سخونه. درت لها المعجون من الفوق. شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله، الريحه تهبل. شهيتكم في الجنه البنات، تمنيت لو كان راكم معايا. بعد ما خليتها بردت تماما راني رايحه نقسمها لكم. من الاحسن البنات كي ديروها هذاك النهار كولوها غدوه من داك، باسكو قد ما بردت راهي رايحه تعطيكم نتيجه احسن. نتمنى تكون عجبتكم.